بس إزاي بقى تكتب prompt بشكل أحسن؟ حاول تقسّمه ل4 حاجات رئيسية. أول حاجة تحاول تدّي له role، يعني مثلًا لو أنت بتعمل محتوى فيديو هتقول له أنت script writer عندك خبرة أكتر من 20 سنة في الفيديوهات التعليمية، أو أنت مدير مبيعات عندك خبرة 30 سنة في بيع السوفت وير مثلًا، وتدّي له الrole ده بشكل واضح بحيث إنه يدّيك السياق بتاع الإجابة على نفس اللي أنت عايزه. تاني حاجة الtask نفسها، عايزك تكتب لي script لبيع 1، 2، 3، عايزك تكتب لي إيميل أرُد بيه على 1، 2، 3، دي الtask نفسها، وعادةً الناس بتكتب دي بس وبتنسى اللي قبلها واللي بعدها. إيه هي اللي بعدها؟ الinstructions اللي أنت عايزها تيجي لك، أنا عايزه باراجراف طويل، أنا عايزه points، أنا عايزه يكون باراجراف قصير جدًا، أنا تبدأ توصف له وصف كده أنت المفروض يعمل إيه، عايزه في table، عايز جدول يكون فيه حاجات معيّنة، فده اللي بييجي بعد الtask على طول. بعد كده knowledge دي يا إما إن أنت تدّي له مقالات ليها علاقة بالموضوع، لو هو مثلًا بيشرح topic معيّن أو هيتكلم لك بsales معيّنة، أو تدّي له أمثلة، تقول له مثلًا ده مثال لscript ناجح، أو ده مثال لمكالمة ناجحة، أو ده resource عايزك تستخدمه وتطلّع منه الtask اللي أنا عايزها. لو أنت بدأت تعمل الstructure بتاع الprompt بتاعك بالشكل ده، النتايج هتطلع أحسن